مرحبا ذي الفقار. انهم من يجيبون طاري فيلم اقول لهم شايفه فيتفاجئون من عند الاساتذه هذا شلون شفته؟ خلتك تروح للسينما لو انت وحدك. تشوف شعر وايد وهاي بالشوارع من الصواب. يعني الموهبه ممكن تكتسب؟ نوعيه الالعاب واحنا اطفال نعم تاثر علينا واحنا نكبر. من 47 الى 2003 انت تسويها فيلم حتى تتخلص من عندها. اعطيني اول عمل سينمائي اثر بك. كم فيلم عندنا؟ ساعه و37 دقيقه بقبل. فحقيقه من اول مشهد انا قرأت الفيلم كامل. قلت له احنا راح نتطلق المجزره، خلينا نتطلق الجهاد والنكاح بطريقه. حتى الشرطه ما قبلوا يدخلون على الجيش، لانها منطقه مفخخه. مرحبا ذي الفقار. اهلا استاذ كرار، شلونك؟ انا مشتاق لك. تسلم يا حبيبي وفرحان بوجودك. شكرا. اثر الفراشه لا يرى. نعم. اثر الفراشه لا يزول. محمود درويش نقل تجربه شخص بالانواع الجويه عن اثر الفراشه وكيف لذبذبة أجنحة الفراشة في غابات الأمازون أن تحدث إعصار وكوارث في تكساس. زين. ما هو الحدث البسيط الذي جعل منك مخرجا؟ يعني هو دائما أنا عاوزها للواقع، ودائما عندي ثقافة المشاهدة. تمام. وتعرف حضرتك أنا هم من أسرة فنية، فكان الشيء اللي يصير قدامنا ما يعبر مرور الكرام. إلى الآن إحنا 4 خريجين فنون جميلة، تشكيلي ورسم ومسرح وسينما، ووالدي فنان مسرح. فإحنا الشيء اللي يجي علينا حتى الفيلم من نشوفه نتناقش فيه بالجروب. واحد يقول لك شفت فلان فيلم، شفت فلان فيلم. فكل لحظة هي كانت تمر هي أنا أعتبرها لحظة مهمة وتتدون، بعدين استفاد من عندها. يعني مثلا أنا بال91 6 سنوات عمري، لسه أتذكر صورة من الضبابية مثلا الجثث اللي بالشارع، اللي بالشاوي واللي بباب المشهد، كنت أطلع ويا والدتي تفتر دور على أخوها خال الشهيد اللي عندنا بالشاوي مثلا. فذين الصور كلهن أنا لحد الآن ببالي، صح بيهن نوع من الفوكس من الغواش، بس ذين كل لحظات مهمة، ذين كلهن أنا وظفتهن الأفلام. فهو مو حدث واحد، إحنا البيئة مالتنا بيها مجموعة أحداث. بس أكيد أكو حدث قلت لازم أخرج. إذا لازم أخرج هي الرؤية، هي إنه أنا من كنت أشاهد فيلم أو من أدخل للسينما. قبل كانت عندنا بالحلة 3 سينمات مهمة، يعني بابل وسينما الخيام اللي صار بمكانها مو بابل السين، وسينما الجمهورية. فأنا أعتقد كنت أدخل السينما الجمهورية بس كنت صغير، يعني مو بهالعقلية هاي. فكنت ويا أبويا ويا أخوي الكبير. فهي الرؤية إنه أشوف هاي الناس ليش كلها ساكتة على فيلم. بعدين افتهمت إنه ينطفي الضوء، تبدأ القصة، أنت في عالم مختلف. فإنه شنو هاي الناس كلها متجمعة على عالم مختلف، إنه كل فيلم له عالمه الخاص. أكيد. أيه. فهي الرؤية أعتقد يعني أنا عندي رؤية مختلفة شوية بالطرح. زين، هي تبدأ بالتكوين يعني. زين أوكي، يعني هي العائلة خلتك تروح للسينما لو أنت وحدك؟ لا بالعكس، أنا من كملت سادس إعدادي كنت أحب الآثار. أنا لحد الآن مولع بالآثار. حضرتك إحنا متابعين على الانستا، دائما تلقاني ببابل ببرس أشياء بها آثار. صح. تلقاني موجود. بس ما أعرف شنو صار. والدي قال لا تكمل فنون. كان أكو قسم، هو قال لي بوقت أتذكر كلامه، إنه أكو قسم مفتوح اسمه قسم السمعية والمرئية، وأنت تحب الأفلام فهذا يفيدك. فحتى من دخلت السمعية والمرئية إنهم من يجيبون طاري فيلم أقول لهم شايفه، فيتفاجئون من عند الأساتذة هذا شلون شفته ولا حق شفته. فأنا عندي ثقافة المشاهدة إلى الآن يعني حقيقة. فانه العائله يعني تكوين اساسي ربتنا بالشكل الصحيح. لان تعرف حضرتك انا بالسادس ابتدائي انا مثلا مثل صاعد مسرح ويا والدي، بالخامس ابتدائي صاعد مسرح ويا والدي. فتعرف هاي انت تقعد وسط فنانين كلهم محترفين. يعني الموهبه ممكن تكتسب؟ يعني ممكن
ممكن الموهبه تكتسب. ممكن ممكن عن طريق شو اسمه. يعني لو تعتقد انه كانوا اهلك ما مهتمين للسينما تكون مخرج؟ كانت اكو امور تحس اي اعتقد بالانجليزي نقول الساين الاشاره. اعتقد يعني اقول لك في شيء بسيط، كانت اكو مسلسلات تطلع بذاك النظام ذاك الزمن. يعني الحروب تعرف احنا جيلنا جيل حروب، يعني مستمر الحروب، فكانت على الحروب، فاحنا كنا ننفذها انا مثلا واصدقائي بالشارع انا واخوتي نمثل هاي المشاهد، انه نجيب خشبه ونخلي بيها سلاح ونسوي بالشارع. تعرف هذا عقل الباطن ده يشتغل يعني عندنا احنا. فكل هاي الامور انه احنا هي ادت الى انه انا اصير باتجاه السينما. يعني ما اعرف، احس انه كان اكو طريق يوديني للسينما. زين، نوعيه الالعاب واحنا اطفال نعم تاثر علينا واحنا نكبر. نعم. شنو كانت العابك؟ الى الان طبعا انا بالمناسبه انا عندي العاب الى الان. انا عندي بلاي 5. انا لسه من عوفك ارجع راح العب بلاي 5 فيديو جيم. نعم بيتر فيلد. يعني انا من جماعه اللي يختمون العاب، يعني من جماعه اللي جيت بالطوبه كلش قوي بالبلاي. هذين الالعاب انا واحده من عندي موظفتهن بفيلم الهروب اللي هو انتاج 2016، انه العاب كول اوف ديوتي، انه ماكو ممثل، اكو بس كاميرا تركض بالازقه وصوت نفس مال الممثل. الفيلم انتهى كامل، وفيلم حصل على العديد من الجوائز ونال كتابات نقديه كلش عاليه ايجابيه وماكو ممثل. زين، هذا بالتكوين الحروب انت تسويها فيلم حتى تتخلص من عندها؟ هو هذا ما تطمح له؟ انا ما اعرف، انا وين ما اكتب وين ما نشتغل فيلم نلقى الحرب موجوده به. ليش؟ ما اعرف. يعني هسه من اصفر من ارجع لك ابديها من اول انتاج لي انا كنت طالب بال 2007 2008 فيلم امطار الى اخر فيلم اللي قبل شهرين عفوا كملته اللي هو فيلم ظلال من رماد. كل الحروب يعني ادخل بدراما بالنهايه اطلع حرب. هي بيئتك هيك، احنا بيئتنا كلها حروب حقيقه. يعني اذا مو حرب حقيقيه فهي حروب نفسيه. حروب هذا التحدي انت تشوفه. فما اقدر اطلع حقيقه. اني من دراسه السينما انتميت للسينما الواقعيه الرمزيه، تمام، انه اخذ من الواقع وارمز له بالسينما. زين. وشاهدت افلام بفضل اساتذتي وفضل المقربين، والى الان اشاهد افلام اللي تجذبني، افلام الواقعيه. خليني اعطيني اول عمل سينمائي اثر بك. لا انه هواي اعمال سينما. خلينا نقول هذا اللي معه. شوف خليني اقول لك شنو الخزين. قبل الله يعطيه الصحه والعافيه حاليا بفرنسا استاذي حميد شاكر. نعم. اللي هو خلانا نحب السينما اكثر حقيقه، لان كان يتعامل ويانا احنا مو طلاب اصدقاء. كان ما يقبل اقعد اسولف ويا جماعتي، يقول قوم عندنا مونتاج، اروح نرجع لبيتنا نقعد نمنتج، قوم عندي تصوير، طلع لي كاميرته. كانت الكاميرا السوني 250 ما حد عنده هالكاميرا، ويقول له صور بها مشروعك التخرج. كان يجيب لنا الفيلم ويكمل الفيلم يقول هذا القرص خذوه طبعوا عليه، تمام. قرص على قرص قرص على قرص قرص على قرص تخرجت. انا درست السينما 3 سنوات، درست مسرح سنه، درست السينما 3 سنوات. قبل لا تعبر المسرح ما دام تناولته، شنو الفرق بين المسرح والسينما؟ كان وياك كمرت فيه، ليش شنو اللي لقيته بالسينما وما لقيته بالمسرح؟ ما اعرف، كل شيء ما لقيته بالمسرح. اي ما اعرف، ما لقيت شيء بالمسرح، ولا الان انا قليل الثقافه المسرحيه. انا اروح اشاهد مهرجانات مسرحيه، اشاهد عروض، بس حسه مو جو. ابد ما انتمي له، ابد. انا جو السينما. حتى هسه عندنا مشكله احنا يعني سنوجهها ان شاء الله بالحديث، انه الممثل اغلب ممثلين هم مسرحيين، يكون اداءه اوبرالي قدام الكاميرا. شنو اللي يختلف بين الممثل المسرحي والسينمائي؟ يعني انت تشاهد الممثل المسرحي يتعامل ويا الجمهور مباشره، تمام. عامل وجه الجمهور ده تعامل لك سبيل مباشر، بحيث انت الرياكشنات ما تشوفها، تعابير وجه تشوفها بالمباشر. بالسينما انت ما تتعامل من خلال عدسه، تمام. انت شلون تقنع آلاف ملايين دي يشاهدوك من خلال عدسه؟ شنو هالابداع هذا؟ اعتقد ممكن ممثل السينمائي لازم يتطلب منه احيانا يمثل بالملامح وهو ساكت، كلها المسرح ما موجود، كلها رياكشنات. انت مسافه تقعد عن الممثل المسرحي فد 40 20 متر، حتى اذا بكى
تسمع الصوت مالته من يبكي كذا بس ما تشوف ملامحه. اذا استخدمنا لقطه كلوز بالسينما خطره جدا يعني. فهذا المسرح. فارجع لك للسينما، من ظليت اشاهد تقول لي اي فيلم اثر بيك، انا ما اتذكر يعني بالضبط اي فيلم، لان كل السينما انا اعشقها، حتى الفيلم السيء لازم اشاهده حتى اتعلم، انه ما اشتغل فيلم سيء. كملت 3 سنوات طبعا. بال 2010 اخر سنه دخل عندنا الانترنت، احنا استخدمناه، سوى داخل بسنه، قبلها بسنه بسنتين ما اعرف، بس احنا استخدمناه بال 2010. فانتقلنا من مرحله السي دي الى مرحله الهارد. صح. فجيت خلاص بدي اجمع السي دي مالتي واضمه. لقيت عندي 1250 قرص. اوف. فيلم وفيلم يشبه فيلم. هسه ايش قد شايف هاي 1200 كشف شايف 1000. اوف. نعم. وانا كنت مرحله طالب. بالمرحله الاخيره استخدمت بالهارد. المهم انا تخرجت عندي حصيله بين الهاردات بين الاقراص 5000 فيلم. ومره ان شاء الله سويت بها بوست نشرت الاقراص كلهم بالاستقبال وصورتهن ويا الهاردات 5000 فيلم. كان عندنا كتاب مهم احنا نصيح له انجيل السينما اسمه اللغه السينمائيه مال مارسيل مارتون، هسه اتذكر بالتفصيل. اخر 5 صفحات 6 صفحات بها قاموس مال افلام، اسم وسنه الانتاج، اسم وسنه الانتاج. كنت انا اقعد ورقه طلعها وطلع الافلام وانزلها واشاهدها. فتوقع انت 6 صفحات 7 صفحات اذا مو اكثر طبعا. صار اتذكرها من ايام ما كنا ندرس مارسيل مارتون، هو صاحب كتاب اللغه السينمائيه. فذن كل حملتي شاهدتها، الاسود والابيض. اول فيلم بالسينما انا عندي اللي هو 1.5 دقيقة مال خروج العمال من المصنع مال الاخوه الأوميار. لحد الان هاي الثقافه تعلمتها دا ادرسها للطلاب، انه ثقافه المشاهده. تيجي تصير مخرج شاهد. انا شو يطلع قدامي اشاهده، ريلز، تيك توك، مقطع فيديو، افلام، معدل لازم فيلمين اذا 3 اشاهد. البحر خابتني قلت لخوم انا ما كنت اشاهد فيلم هسه بالسينما. انا فالقصد لو لازم اشاهد حتى لو يوم باليوم اشاهد فيلم. انا وصلت مرحله عرفت التلفزيون، انا الفيلم شايفه عرفت تحسه مثل الحبايه. ما اقدر يعني اذا مر يوم انا ما مشاهد فيلم اقول انا ايش سويت؟ انا شنو ما شاهد؟ زين ليش كل هذا يعني؟ انت ليش بصراحه؟ ها ثقافه. لا يعني انت ليش تريد تخرج؟ ايش تسوي افلام؟ شنو الغايه؟ ليش اريد اخرج؟ عندي اشياء اريد اوصلها، عندي رسائل. يعني انا ضروري ضروري كل فنان يوصل رسائل. انا ما اخرج فيلم حتى اللي استمتع انه انا اخرج فيلم ابد. انا ما اشاهد افلام بالمهرجانات. انا في الدوام كل مهرجان يطلع بيه فيلم ما تلقاني خارج القاعه. ما اقدر اباع، بس خلاص بيخلص مونتاج يتسوق بعد للمهرجانات بعد ما اشاهد. انا عندي رساله للجمهور اوصلها، انا عندي فكره. انا من تابع سلسله مال الافلام ما تحت تلقاها اكو رساله توصل، مو مجرد والله جبت انا ممثل وخسرت فلوس. واغلب الافلام تعرف حضرتك انت هي انتاج الشخصي طبعا، وحتى اذا نحصل انتاج فهو انتاج بسيط مو بالمستوى الطموح، بس انا عندي رساله. التاثير يعني مجتمع مثل العراق، نعم مجتمع عاطفي، نعم، ايش قد تاثر بالسينما؟ تاثر بالهذا بالشو اسمه يعني السينما ايش قد تاثر بيه؟ ها اشتغلت بال 2013 اشتغلت فيلم. شوف اقول لك انه اول مره احس بالجمهور. انا متخرج صار 3 سنوات تمام. اشتغلت فيلم اسمه مريم، عن هاي اللي استشهدت بذاك الصوب بمحلة الورديه بالقلج بالحسينيه مال الورديه. الفكره الرئيسيه انه طفل شخص هو ابتدى يسوقون، صار وقت الاذان يطب للحسينيه فيقولها البت ابقى هنا اصلي واجيك. طلعت هي الحسين طب لهم مفخخ، طبت البنيه ورا ماتت. تمام. نفس اشتغلت بالسينما بال 2013. اول ما كملت منها شاركت بمهرجان، حاضر بالمهرجان انا. من وصلنا لاخر مشهد انه الابو طب يصلي، طب الارهابي، طبت البنيه ورا، قام الجمهور صيح لا على الطبين. فاجيت انا من دي يصيحون؟ انا قاعد بالاخر دبوا على الفيلم. قاموا كل الناس قاموا لا الطبين، فتاثروا. بس بصراحه خلينا نكون واقعيين وبتجرد. مجتمعاتنا تتاثر بحاله لحظيه ما يدوم، يعني يطلع من الفيلم وكانما خلاص اخذ النشوه وراح، تحسها اختفت من عنده.
مو هي هنا تجي قوه الفيلم، انه الفيلم ايش قد يبقى تسولف فيه ويأثر بيك. ودائما اني وانت شاعر وتعرف انا اشتغل اغلب الافكار هي ومضه، بس اذا تبع افلامنا اذا نشتغل انا خاصه الافلام اشتغل اني هي ومضه، لان هي اخر لحظه بالفيلم هي اللي تبقى بذهن صح المتفرج. فانا دائما اركز على اخر لحظه. هسه تشوف لا تخبروا انجلينا، تشوف الهروب، تشوف مريم، تشوف اخر فيلم ما الظلال ما الرماد، تشوف قارئ البريد، كلها اخر لحظه الشغل بها. اخر لحظه خليك المفاجاه، اخر لحظه يجيك فد السيرت ما له علاقه بالجمهور كان يفكر به. بس احنا يعني بصراحه الافلام دائما بها الخير والشر. نعم. واليوم 2024 اكو اشياء غير الخير والشر يعاني منها الانسان، مثلا النفس، المشاكل النفسيه، الانغصاصات النفسيه، نعم. الماورائيات، نعم. الماضي هو نفسه كينونته. نعم. هاي شو وقت تنطرح، شو وقت تتعالج، شو وقت يصير فوكس عليها. انا هسه بالفيلم الاخير، فيلم كامل هو فيلم نفسي، انه تجي مرة لبيتها القديم وتحكي ويا حفيدتها ويا ابنها، بالنهايه طبعا هم ما موجودين والحي كله كامل ما موجود. هاي حالة نفسية. فيلم يعني النفسية انه مو معنى انه المريض النفسي، بس معنى انه الارهاصات طلعتها المرأة، انه تجي تطب السولف ويا اشخاص هم بعدين بالنهايه طبعا ما موجودين. لا تخبر انجلينا قامت طفله من تحت الانقاض تطق صوره ويا انجلينا جولي، طق صوره ويا انجلينا جولي بالموصل، وجت راوتها لامها قالت لها يا ماما انه شو احنا انا ما موجوده بالصوره بس انجلينا جولي. قلت لها خلاص الاموات ما يطلقون بالصوره. ايوه. اي فاغلب افلامنا هي حاله نفسيه طبعا، بس احنا عندنا مشكله انه هي قصيره، مدى يشبع المتلقي من افلامنا 6 دقائق 10 دقائق. لا انا اقدر كل اعطيك اياها ب10 دقائق. تعرف انت الافلام اللي مصدرها كلها قصيره. هي عندي وثائقي كان طويل، بس الروائي فيكشن كله قصير. انا ما مستعد اشتغل طويل ما اقنع به المتفرج. والله شنو عندي ميزانيه مليون 3 اشتغل فيلم طويل، ما مستحيل. زين هاي الافلام ليش ما نشوفها؟ لان انا اليوم اطب صالات السينما ما القى فيلم. وين طاب صالات السينما انت؟ اللي الموجوده مثلا ببابل. وين؟ ايش عندنا بصالات السينما ببابل؟ وحده. احسنت. عندنا على مستوى بابل وحده، تمام. وهاي الوحده هي مو عيب، هاي الوحده تعرض بس افلام مربوطه بشركه فوكس الامريكيه، ما تعرض افلام عراقيه. ليش ما تعرض افلام عراقيه؟ مو لان الافلام العراقيه مو جيده، لان ما بها مورد مال، يعني الجمهور ما يطب. يعني انا وياك ما نطب على فيلم عراقي نطي تكت 10,000. هسه انت انا وياك قصدي مو بالمعنى، انا طاب. انا اكو فيلم مال صديقي انعرض ببغداد، فيلم طويل مال تحياتي له مال سعد العصامي، مال طلع شغله راح هذا اخر فيلم له، هو هم يطلع بيه ساعي بريد وكذا وهاي، تمام. او يمكن اسمه ساعي البريد او هالشيء. انا رحت لبغداد قصيت تكت ودخلت. الفقار بس تدرون بيها، يعني هسه تقول لي بصالات السينما ما حد يطبي، ما ندري بيه، ايش مدرينا؟ ترويج ماكو، تسويق ماكو. لا هي السينما ماكو، مو الترويج ماكو، هي السينما ماكو. بس انتم جاي تسوون افلام. لا احنا بدنا نسوي افلام. صراحه احنا نشوف بس بالاخير ما نشوف. سؤال مهم جدا. ايه. هو السؤال هنا احنا عندنا السينما، ما ادري اسالك. خلاص احنا ما عندنا السينما، عندنا افلام سينمائيه. شنو الفرق؟ الفرق السينما صناعه، يعني احنا انا ما عايش على السينما. تقصد انت هنا ورشات؟ لا صناعه يعني صناعه يعني تتبناها الدوله. احنا ما عندنا مدينه اعلاميه مثل مصر مثل ايران، ما عندنا مدينه اعلاميه نصور بيها. بس دولة ما يعني تمويلها مو من الدوله. لا مرات يصير سؤال انه لا الدوله بس تتدخل بالانتاج. انا اقول مو ما تتدخل بالانتاج، انا توفر لي بيئه. انا ما مفرط الدوله بيئه حتى اشتغل افلام. يعني شنو تقصد بالبيئه؟ مدينه سينمائيه انا ما عندي.
انا ما عندي منتج السينمائي منتج جبان مو شخصيا، عفوا جبان بالفلوس، راس المال احنا صحنا راس المال جبان. انا ما عندي منتج يعطيني 100 مليون اشتغل فيلم هو حتى يحصل حتى يحصل فد 200 مليون. انا ما عندي هيك منتج، هذا راح يعطيني فد 100 مليون شو راح يحصل هذا؟ شو راح يحصل اذا انت واني ما ندخل للسينما؟ زين هذا الخوف شو وقت ينتهي؟ خوف المنتج من اكو هذا الخوف ما ينتهي بالعراق، لان احنا اصلا حتى سابقا ما ينتهي بالعراق. اوف حتى سابقا احنا ما عندنا السينما ذاك النظام. هتقول له احنا عندنا افلام وعندنا مخرجين احترام واعتزاز لهم. احنا عندنا من 47 رسميا السينما العراقيه بدات بال 47 اول فيلم هو عليا وعصام. تمام. من ال 47 الى 2003 ولو هي توقفت ب 91 السينما اخر فيلم طويل، خلينا نقول الى 2003 كم فيلم عندنا؟ ايش قد؟ 30 20؟ لا اكثر، 99 ايش قد احسب من ال 47 ل 2003 موجود هذا الارشيف؟ اي موجود، السينما العراقيه موجوده. اخر فيلم هو المال ملك غازي، اعتقد ملك غازي مال محمد شكر الجميل. لحد 2003 احنا عندنا 99 فيلم خلينا نقول، بس اكثر اقل ما اعرف، بس 99 رسمي. 99 هذا انتاج مصر مال سنتين، انتاج الهند 750 بال 2010 2011 احصائيه 750 فيلم الهند بالسنه. بس بصراحه هذا مو عذر مثلا، يعني عفوا انا شنو قصدي ما عندنا السينما؟ يعني ما عندنا بنيان صحيح للسينما احنا نستمر عليه. زين يعني مع العلم احنا عندنا مؤسسه سينما ومسرح وعندنا كذا، بس ما عندنا بيئه. خلي انقل لك يعني كمتلقي. زين. يعني عندنا انا مثلا شايف فيلم بلو جاي. زين. فيلم بلو جاي 3 مواقع 4 ممثلين، فيلم التقييم العالمي مالته 7.8. شنو؟ يعني شنو؟ ساعة و20 دقيقة، يعني امكانيات بسيطة قدر. زين. لا هذا زين 3 مواقع. فيلم المدفون 2010 ساعة و37 دقيقة بقبر. بس تابوت مثلا جداحة مو باير وماخذ ايرادات ما لها علاقة. قصدي يعني هذا النفس صعوبة انه تصعب الموضوع عليه اكثر. شلون؟ انت شلون تقول لي شلون انت العله مالتك بالنص لوين؟ هسه امكانيات ماديه ما تحتاج. لا السينما عباره عن علل ما لها علاقه بامكانيات. انا سجيب لك افضل نص صح ولا مو صح؟ اوكي. بس انت شلون تنفذ لي اياه؟ ترى السينما مو كاميرا. افهم. اي السينما مو انه تنتج فيلم. السينما يعني انت شلون توديني بعالمك بحيث انه انا اقعد ساعه ونص بعالمك ما امل. ما عندنا ايش قابليه. لا عندنا قابليه كتاب. تقصد قابليه مفردة قابليه لو شجاعه؟ لا ما عندناش قابليه. لا عندنا قابليه كاتب ولا عندنا قابليه ممثل. يعني هسه العراق ما بيه كتاب؟ لا سينمائيين اي بيه كتاب بس مو مثل الرؤيه. يعني شنو احنا ما عندنا. مو انت ما فاتح لهم الباب حتى تقرا نصوصهم؟ احسن. هو ترى المشكله. لا انا بالنسبه لي انا ما اقصد اقصد بشكل لا انا صار احكي لك عن تجربتي. انا تجربتي اتعامل مع كتاب خارج العراق مو عراقيين. مو معناته انه كتاب داخل العراق مو جيدين، بالعكس جيدين واساتذتنا. بس انا الفرق عند الرؤيه. احنا السيناريو الجيد لو نطير 10 مخرجين تجينا 10 افلام. وتعريف الفيلم السينمائي. انا بس اريد افهم شنو سيناريو جيد. تعرف راح اعرف لك الفيلم شنو اللي ما انا اعرفه شخصيا اللي هو اكاديميا درسناه. تعريف الفيلم سيناريو زائد السيناريو. المخرج هيتشكوك. لا هو عرفها. اقول السينما عباره عن الحياه مقتطع منها الاجزاء الممله. اي هذا عرفها هيتشكوك المخرج الكبير. اول واحد سوى الافلام الغموض والرعب. فتعريف الفيلم سيناريو. انت هسه بنشوف فيلم جيد شو يقول لك؟ مرات بنشوف لقاء سواء كان ممثل عربي او كان مخرج عربي او اجنبي يقول لك مو الورق اللي اجاني جيد. فكنا نرجع للورق. هسه احنا اذا جاك ورق جيد يصير اكو فيلم جيد؟
لا اكيد احنا الافلام بدنا نشتغلها بدنا ناخذ جوائز، مو بس انا، كل الشباب نريد نشوف. كل الشباب. تبقى مساله الشوف هي مساله التسويق. احنا ما عندنا قرار، احنا ما عندنا شركات انتاج تسوق الفيلم. احنا هسه المخرج يشتغل الفيلم بيده ياخذ يسوق المهرجانات، هذا مو شغل المخرج. اكيد طبعا. انا اعرفك انت مدير مهرجان، اعرف الشباب عن علاقاتنا شركه المهرجانات، بس هذا مو تسويق صحيح. صح. انا خلاص اني اشتغلت فيلم، شركه الانتاج هي تروح تسوق، هي تطبع البوسترات بالشارع، هي تسوي الاعلان الترويج له حتى انت تجي تطب له. مو صحيح؟ صح. احنا ما عندنا شركات انتاج. او شركه الانتاج يقول لك انا اجي اخسر فلوسي اما اشتغل فيلم قصير، لو فيلم عراقي طويل مين يطب له؟ مين يطب للسينما؟ احنا نطب بس للسينما. انا صار لي اسبوع الماضي انا كل اسبوع اروح للسينما مثلا. انا سعدان السينمائي وعايش واشرب بالسينما وادرسها وادرستها واشتغلها. انا بالاسبوع لو اروح يوم، لو مرات ما اروح، انا وقت ما عندي حتى اشاهد فيلم الممثل انا احبه. مو كل الافلام اقدر اشاهد. بس هواي اكو احلام يمك. اي يعني اليوم اكو هذا احلام النباش. هذا الفيلم بدنا نشتغله ان شاء الله مال عام الرحيم اسمه احلام النباش. هذول ينبشون يم ابار النفط. لا تعبر موضوع لان بي اكو اشياء متعلقه بيك بصراحه. انا ليش احكي وياك هيك؟ لان كونك قامه مهمه بصراحه سينمائيه. اليوم اذا احنا اليوم اكو شباب حقيقه، نعم، هسه انا اعرفهم راح يشاهدونا من خلال الكاميرا، شباب ممثلين، شباب تكتب حلو، صحيح، شباب تريد تشتغل حتى بجور رمزيه. والله اكو شباب يخبون. هذا نفسه ايش وقت نفسه اللي اشتغل الجنه والنار. مصطفى الركابي. تحياتنا له مصطفى الركابي. مصطفى الركابي ورا ما شاف فيلم هروب كتب لي سيناريو عليه اسمه تيفي. اوكي. عن شخص نفسيا التلفزيون ما يطفى عنده، يقلب بالتلفزيون ما يطفى عنده، بعد فكره بعد عظمه. جميل. هذا حكي ب 2017 من كتب لي. وينه؟ وينه؟ ما قدرت انفذ لان ما لقيت تلفزيون ما يطفى. تدشف شنو؟ ما لقيت تلفزيون ما يطفى. فكره الفيلم انه شخص يقعد يبوع فيلم بالليل ويطفي التلفزيون وينام، يحس انه التلفزيون يشتغل، التلفزيون يصير الى ذاته. يعني قصدك هو يتوهم له هو فعلا ما يطفى؟ لا ما يطفى، يكسره، يخليه برمي للمي وما يطفى. اي انه كل ما يتعامل وياه بعصبيه يطلع له اشياء تستفزه. تمام. هذا اللي يضحك عليه، هذا بعض السياسيين المستفزين، بعض الشخصيات المستفزه هسه، فيوصل مرحله انه يتحول الى يخليه بالجنطه مصير ويروح يذبه مزبله، يتحول الى قنبله موقوته. انه طون طون الناس تلتم على صوت القنبله. لو واحد يصيح بالجنطه طلعون انا مخطوف، الناس تلتم عليه. فشوف شلون لا تكمل النهايه اريدك. فقصدي انه شوف من فكره شلون صارت. فعقليه مصطفى شاب يخبل وكتب الجنه والنار واخرجها. اول تجربه اخراجيه له. ما قدرنا ننفذه لان ما لقينا التقنيه اللي تخلينا التلفزيون ما يطفى. بس هسه كمونتاج. اي كمونتاج. شوف لا تقول لي تخلي لك كرومو بالافتر افكت لان كلها انا مسويها يعني، فما تجي مثل ما الواقعيه. صح. هسه المتلقي بعد ما تعبر عليه قام يبين انه الجرافيك وين والمونتاج وين والقطع وين، قام يميز. زين على الاقل هاي الافلام اللي جبناها على القطع تدت 1917 تيك واحد، جائزة اوسكار افضل مدير تصوير سينمائي. تيك واحد الفيلم، قطعه واحده ما طفت الكاميرا. يا فيلم 1917. 1917. شوف الابداع. طبعا هي طفت الكاميرا ما طفت، الموضوع 6 اشهر يصورون به بس ما خلاك لاحظ. ومدير التصوير هذا ثالث جائزة اوسكار له يعني. شوف انا احكي لك، اتمنى طب شوف تكتب ميكينج اوف اي فيلم، كواليس اي فيلم، شوف التقنيات الموجوده. صراع العروش، شوف التقنيات الموجوده، 270 مهنه خلف الكاميرا. هي صراع العروش، سيد الخواتم، افاتار. اعتقد افاتار هم سيد الخواتم 12 جائزه اوسكار ترشح له. فيلم اللي صورته باللغه الكرديه. ليش صورته باللغه الكرديه؟ هو انا عاده من يجيني السيناريو يعني طبيعه نفسخ الحوارات والمشاهد. اوكي. فانا كنت مختار الاهوار، يعني قلت كافي احنا البيئه مالتنا معروفه طرقنا لها هواي،
فقلت خلي اشتغله بالاهوار. فخابرت اصدقاء بالاهوار قالوا ذي الفقار كانت يمكن بالتاسع هيك يعني الجو حار. قالوا ذي الفقار الجو حار وانتم اهل الحله ما تعيشون بالاهوار ضيق وكذا وهاي ما متغلبين. اي وقرأت السيناريو ولد من الاصدقاء المخرجين قال ذي الفقار هذا ما يركب يعني انتقالاتنا بالبلن بالمشحوف ما عندنا هيش قاع وباسكل وكذا وهاي. قلت له تمام قرأت السيناريو. دا قلب بالفيسبوك لقى الصورة 2 نسوان قاعدات جوا شجرة ومنظر رهيب يعني دي يشتغلون بالرمان. فمصور ماخذ جائزة وناشرها اسمه شوان كردي. أنا شوية أعرف يعني من خلال دراستي خارج العراق وأيضا من خلال أصدقاء قريبين شوية أعرف كردي على لغة فارسية على كذا على لام مجموعة. فحكيت ويا شوان قلت له طالما ما يعرف عربي عفوا قلت له شوان هاي الصورة وين سلمت عليه قلت له شو قال عندنا هاي قرية اسمها قرية أبيانة اللي هي وين؟ عفوا قرية ممكن بس شيك اسمها اي عادي اي اتذكرها شمال العراق شمال العراق منطقة حدودية. وانا هم خلي اقول لك ممكن ادخن اي براحتك بس خلي اتذكر لك ايش اسمه قرية اسمها سيبياو قضاء فوق رانيا تقريبا بساعة ونص قضاء رانيا البسليمانية. تمام. فقلت لها شلون بدي اصور بالقرية؟ قال لي تعال عادي هي قرية فوق الجبل تعال صور من يقول لك. قلت له زين نجي تستقبلنا؟ قال لي استقبلكم. فتوعدنا بأربيل رحنا انا واستاذي تحياتي الى عماد مصطفى اللي هو دائما يرافقني من طالب درسنا هو تصوير الى ان استمر وياي لحد هاي اللحظه احنا بدنا نشتغل. رحت لها القريه وصلنا الجبل نصعد بدا الجو يتغير غيمت مطار وصلنا للثلج. قريه بيوت على سفح مال الجبل سمعون طبعا كلش هادئه يعني من تحت السولف يسمعوك اللي جوا مسافات يعني هيش الهدوء. فسمعونا نحكي بالعربي تفاجئوا فتعالوا تفضلوا اهلا وسهلا. تجيهم الكهرباء بالخمسة العصر تنطفي بالخمسة الصبح. هاي حياتهم يعني ما عندهم انه اذا تشتري مثلا جبس ما جبس يبعد عنك فد ساعه. حياه بدائيه. فاحنا خلص لا عندنا موبايل اذا تخابر لازم تنزل في الساعه ونص تخابر وترجع حكي ماكو شبكه. فخلص قلنا خلينا نكمل. بقينا 3 أيام هناك. حقيقه عشنا اجواء جميله جدا. هاي اجواء البدايه اللي احنا جماعه التكنولوجيا اللي اذتنا مفتقديها كلش. تعرفت على بيئه مال الناس. كانت اكو صعوبه انه شلون نحول الفيلم من العربي باللغه الكرديه وشلون تقنع اهل القريه يمثلون اللي هم ما عندهم تلفزيون ما عندهم ستلايت شلون تقنعهم. والنص الاصلي عربي. وفكره النص انه طفل يجيب بريد القريه من ضمن هذا البريد يجيب بنيه شابه يجيب لها من زوجها اللي مسافر. هذا زوجها سافر وعافى فمن متزوج تعرف على بنات خارج العراق وتزوجها فعافى. فدزلها اول رساله قال لها انه انت خلاص حياتنا انتهت انا شفت حياتي وانت هم شوفي حياتك. فالطفل دا يقرا الرساله. هاي البنيه منتظر رساله من زوجها فانقهر انه يسولف لها هيك. فقام يالف من عنده رسائل انه هو يحبك وان شاء الله يرجع عن قريب. فالطفل انعجب هاي البنيه فظل يوميا بين يوم ويوم يالف رساله ويروح يقول هاي من زوجك. عمود يروح يلتقي بيها ويسولف الى ان وصل لها دق الباب عليها قال هاي رساله من زوجك. هو طلع زوجها ما نجح السفر مالته ورجع بالبيت. فقالت له هذا زوجي قاعد جوا. فهي عرفت انه هذا كان كذب عليها كل هالاشهر حتى ما يكسر بخاطرها. تمام. فخلص استعانينا بكادر كردي كلهم ممثلين من هالقريه. جبنا المرأة وجبنا الرجال الكبير وجبنا الطفل وجبنا باسكل والجو ساعه ثلج ساعه مطر. عشنا 3 أيام هناك ويا الكادر. حقيقه الاجواء جميله كل شيء بيها كان بدائي. فصور باللغه الكرديه ومترجم عربي وانجليزي وحصل على جائزه افضل فيلم بمهرجان باطل السينمائي بعمان. حصل على جائزه افضل فيلم ايضا بمهرجان بنينوى.
سينمائي. بس هذا هم ما قدرنا نشوفها بصالات السينما. لا انعرض بمول بي دي سي، انعرض بمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمي، بس بشكل خاص اعتقد دعوه خاصه. لا دعوه عامه، بس تعرف انت اللي يجون هم اغلبهم ادباء ومثقفين وكذا، هو مهرجان فحسبوه للمهرجان. بس كجمهور خاص لا ما انعرض، يعني عفوا جمهور عام ما انعرض الجمهور عام. هو نفس السبب اللي ذكرته بما يخص الانتاج والتسويق. تسويق. زين اوكي مو موجود بالصالات. سينمانا، تطبيق سينمانا اي موجود بسينمانا، موجود لا تخبر انجلينا. ليش بس هو رفعت مثلا الهروب اللي هو يتحدث عن شهداء سبايكر، اعتبروه فيلم طائفي. إيه؟ هو فعلا طائفي؟ لا شنو الطائفيه اللي لا عاد 4200 واحد ميت مو 1700. انا متعمقت بالفيلم يعني واحد كان انتاج طبعا بالمناسبه. شلون عرفت؟ انا قدمت السيناريو المهرجانين. بس دقيقه يعني شو اسمه سبايكر 4200 تقريبا مو 1700. الرقم هائل. يعني مو تقول فرق 200 او 4200 روح. وللان هم يطلعون عندهم شهداء، الان عندهم مفقودين، لان عوائل ما عندها شهداء. زين هاي الاحصائيه مين جبتها؟ انا طبعا جد نزلت سبايكر من صاتيه بال 2014 اعتقد. انا ما كنت اقدر ابيع فيديوهات، انه شباب كنتم ما اقدر ابيع فيديوهات، الى ان خلاص قررنا انه جتني فكره فيلم انه نشتغل على سبايكر. فتحياتي للاستاذ محمد حياوي كتب السيناريو. من اجاني الورق حقيقه من اول مشهد انا قرأت الفيلم كامل مشهد ورا مشهد، عجبني جدا. فظل ياكل ويشرب وياي يوميا. فقلت له كاتب السيناريو، قلت له استاذ محمد اكو بس شيء نقص واحد. قلت له احنا راح نطلق المجزره، خلينا نطلق الجهاد النكاح بطريقه هم كان مطلق له بس تقارير على قنوات فضائيه، بس كفيلم كان بعده مو بهالقوه. قال ذي الفقار انا ما اكتب لك اياه بس شو راح تنفذه؟ قلت له خلينا نكتبه. طبعا الفيلم مال الهروب ما يميز انه تيك واحد، هم كله لقطه. اي هم بقطعات، شلون ما ذكرت لك مثل ما 1700 1917 مع الحرب العالميه الاولى الفيلم، هذا نفس الشيء، هم خلينا قطعات ما محسوسه كانما يباحه كانما تيك واحد. فخلى المشهد اغتصاب. خلص الفيلم بقى عندي، قريته وحولته الى سيناريو تنفيذي اخراجي وضميته. صارت مسابقتين مع السيناريو، مسابقه دارت السينما والمسرح، ومسابقه قناه فضائيه ثانيه ما خلينا نذكر اسمها يعني. فاز بالثنين من عندنا نتائج، هنا فاز وهنا فاز. دارت السينما والمسرح قالوا له الفقار تعال خلينا نجتمع بيك، السيناريو مالتك السيناريو مالتك اكثر من 6 ملايين وانت احنا ميزانيتنا مليونين، شو راح تشتغله؟ والله اي كنت ما اشتغله بس اريد اشتغله، انا من عندي اشتغله. تمام. الجهه الثانيه ميزانيه بسيطه. اي بس مو بسيطه، ماكو ميزانيه طبعا. اي ماكو ميزانيه. بالجهه الثانيه اللي فاز بها قائد الفقار الميزانيه 6 ملايين ونص بس يشيل مشهد الاغتصاب تحت فيلم الفيلم. زين. اي فقلت ما مستحيل، فانا فضيت مشهد الاغتصاب والمليونير على 6 ملايين. تمام. فعلى اساس اصور بتكريت طبعا راح تقول لي قبل شوي رجعنا على سبايكر انه شلون هاي الاعداد؟ هاي الاعداد انه احنا من المسؤولين الناس اللي يجتمعون بينا بخصوص الفيلم، مش مسؤولين مهمين بالدوله، انا ما اقدر اجيب اسمائهم سواد البقاء او طلعوا ما اعرف. يعني هم قصدك كانوا معنيين بالموضوع؟ معنيين اي هم نجتمعوا ناس اختصاص. زين برايك ليش لعد نقلوا انه 1700 بس؟ كونهم معنيين يقدرون يصورون. اي يعني انه حتى الرقم لا يصير مهول او حتى على اساس يعني 1700 مو مهول مثلا يعني. فاشتغلت على انتاج دائرة السينما والمسرح، ما صورت بتكريت لان الميزانيه ما تكفي والوضع كان مو امان، فصورت بالجمجمه عندنا. حملتنا على الجرف مال النهر. فبديت الفيلم من مجزره، تجيب الشباب من الجمجمه مددناهم ومكياج، وبدا الفيلم من مجزره. تمام. لو يقوم من مجزره هذا الناجي احنا نقول ويركض بالازقه. مشهد الاغتصاب كان من اصعب المشاهد اللي نفذناها، 7 دقائق ما تطفي الكاميرا ولا لحظه، 7 دقائق تيك واحد، من ضمنها 7 دقائق مشهد الاغتصاب.
اللي هو حتى هالقرية التموا علينا من انه ينام عليها الداعشي الممثل. حياتنا كذا العمل الابطال طبعا هم بوقتها. المهم نكمل الفيلم هذا انعرض بداية السينما والمسرح بعيد السينما العراقية. كان 4 أفلام وانا الفيلم الخامس. تمام. و4 مخرجين مهمين وعيد السينما العراقية وكل السينمائيين قاعد. المسرح الوطني متروس. طبينا احنا الكادر مالتي بينا احنا سيارتين. فطبيت شفت هذا الجمهور واول عرض الي بالسينما والمسرح. قلت هي هاي البدايه النهايه مالتي. ليش؟ انا دائما ما ارضى على اي فيلم. دائما يعني النهايه البدايه النهايه. قلت هاي اول بدايه الي احترافيه وإدارة السينما والمسرح وهاي النهايه يعني مستحيل على الاسماء اللي جايه. يعني اللي ما قاعد عراب السينما العراقيه محمد شكر الجميل. عريفه الحفل شذا سالم. واو. فتتوقع انت شنو الجمهور اللي قاعد. انا سويت بدا الفيلم احنا خلونا مكان قاعدين بيه ما قدرت سويت اني رحت قمت قعدت في نص الجمهور ما حد حتى من يصنفون الفيلم ما حد يعرفني. انا قاعد هيك قاعد مخاتل هيك ما حد يعرف. تعرف انت ضاعت مطفي والشاشه ما سينما مسرح الترجمه هلقتها. تمام. الترجمه هي قد الفريمه مالتنا. خلوا فيلمي مسك الختام 4 أو 5 فيلم والاسماء اللي عرضت قبله اسماء مهمه. وشنو من عرض ظن الافلام ضجه بالقاعه. قلت هلا اذا على ظن الافلام اكو لقطه عشان تعرف مجسات الفيلم نجاح الفيلم من الجمهور مسيطر. انت مسيطر على الجمهور صح. انت شلون تقعد وكان طوله 24 دقيقه. 24 دقيقه مو كفيلم قصير هواي وهينه. صح. وتيك واحد وداعش مشهد اغتصاب وتعليقنا على الجمهور وماكو ممثل هذا اللي يبكي واللي يضحك وكذا حتى يقنعك. قلت خلاص. فقام عماد مصطفى استاذي قاعد بصفي. قلت له حتى الباب قريبه من نطلع. قال تمام. بدا الفيلم ماتي 24 دقيقه فعلا الذب الابره تسمع صوت بالمسرح الوطني ويسمعون ورا ما يطلع هذا اللقاء ان شاء الله راح يسمعون الكلام مالتي. من طبعا بس اسمع بالاختصاب اسمع التضجر مع الجمهور لا وكذا. وها اكو ناس وافقت واكو ناس ما وافقت. تعرف انت قاعد بس الجمهور تسمع الاراء دار مدايرك. فهذا نجاح الفيلم انه انت يعني سوي ردات فعل. يعني ما حد يقول لك فيلمك حلو لازم اكو فد هذا يقول زين هذا يقول مو زين. بالضبط. من كمل الفيلم صعدونا على المسرح يهنونا ويكرمونا كلها فتت تضرب على اشتافي. كانوا يعرفون عن 2016 هالسنه يعني فمحمد شكر الجميل سامي قفطان الله يطول عمرهم ان شاء الله كلهم هنوني يعني. وكتبوا عليه دراسات وكتابات ومقالات نقديه مهمه جدا على هذا الفيلم. مع العلم الفيلم العرض رفض باكثر من مهرجان عراقي لان بيه مشهد اغتصاب. بس انت حسيت بنشوة الانتصار من قرار؟ لا يعني نفس اصحاب المهرجان هم مو صاحب المهرجان. تعرف لجنه مشاهده من شوفها بغير مكان قالوا الفقراء لا ليش ما شاركت يمني؟ قلت رفضتوا لين بمشاهد. انا حسيتك من انت تقول حسيت انتصرت لهم هذول اللي ماتوا. فيلم الهروب افضل انا اعتبره من افضل الافلام اللي اشتغلتها كتجربه عن مجزره وما حد وظف سبايكر مثل ما وظفه فيلم الهروب. مستحيل. زين انت وتحكي على الجمجمه صورت بيه. انت شلون تختار الممثلين؟ شو اختار الممثل؟ السؤال مهم. الدور ذاك يوم اذا شفت قريت بالتعليقات نشرت مقطع فيديو مال قناه مسوي تقرير على الفيلم مالتنا مظلات بالماضي. ايش كاتب ممثلين من كربلاء جماعتنا هالبابل تحياتنا لهم بالتعليقات يشتغلون اكسب مربع يعني يشبيهم اهل بابل. فهم تعرف هم كبار بالعمر يعني اساتذتنا كبار عمر وكبار بالتجربه الفنيه. انا كتبت لهم كلمه واحده انه هو الدور يصيح صاحبه. الدور يصير صاحبه. انا عديت قاعده. انا ظليت بهذا الفيلم. طبعا هذا الفيلم هي ملاحظه مسجله بال 2019 انه مره تجي البيت تعيد ذكرياتها هيك يعني ما ادري وين صارت عندنا. انا تعرف انت مولاتي منطقه الجامعين فمن هالمناطق الشعبيه
فدائما نروح حتى عندنا بيت خالتي هم شاعره وفنانه مسرحيه هناك، نروح نزورها فاعيد الذكريات يعني هاي العقود والازقه والكذا. ف يا هو اريد اخابره يعتذر، لا اتردد اني لا ايش حد يعتذر فاتردد اني. فيا هذا المزاح طبعا يا هو اللي اخابره اتردد اني الى ان يوم قلت خلاص خليني اخابر على الممثلين على الفيسبوك. ده قال بتذكرت عندي صديق اسمه امير العبيدي تحياتنا له، هو بناته ممثلين محترفين وانا الفيلم عندي جندي هو وبنته. خابرته قلت له امير راح اجيك سيناريو اقرا واعطيني خبر منو شنو كذا ما اعرف. قال هذا كلش حلو. قلت له انت ورقيه فطومه كبيره زغلهم رقيه. قلت له فطومه هذا الدور كنت قاعد ويا مجموعه بنقابه الفنانين. قلت لهم انا عندي هيك فيلم داش هم دائما يسالوني كل ما يشوفوني شنو جديدك. قلت لهم انا عاده الرنج مالتي بالسنه اشتغل فيلم ما اشتغل اكثر حتى اذا عندي انتاج يعني فيلم حسه كافي يعني. الفيلم متعب جدا حقيقه تعيش اجواء قبل الفيلم وبعد الفيلم. فقلت لهم انا محتاج دور ام هيك عمرها. فصفوا لنا ما لقينا بالحله دور ام ممثله سينمائيه. فرحت استعنيت بممثله من كربلاء تحياتنا لها وصورت وياها. فصار الكادر كله من كربلاء فاجوا بكج واحد. حتى هم تفاجئوا انا صورت لهم جنرال بروفا قبل التصوير بيومين. جبتهم للبيت قلت لهم تطلب لنا يعني ما اشتغلنا تيكات قبل التصوير. جبتهم قبل التصوير بيومين. تعرف تحضر تكلفه انتاج يعني. جبتهم حتى ما قالوا احنا اول مره نتعامل المخرج يجيبنا قبل التصوير يراوينا المكان ويشرح لنا المشاهد ونمثل ونجي ورا يومين نصور. فجبتهم يوم اربعاء اشتغلنا تيكات هيك راح تدخلون تطبون هيك الحوار هيك الكاميرا كذا بالاضاءه بالتصوير بالجرافيكس وبالممثلين. جينا الجمعه بالثنتين دارت الكاميرا والاذان خلصنا. يعني بخصوص الاخراج من يجيك السكرت في النص والممثلين يجهزون شلون تصنع اللقطه الاولى؟ اعتقد هي الاهم. راح ارجع لك للمساله اللي قلت لي ليش دا تشاهد افلام؟ اي تمام. هي هنا هذا الخزين المعرفه اللي راح يصير عندك انه انت مجموعه الافلام اللي بدماغك واللي بذاكرتك راح تساعدك ببناء السيناريو مالتك. سؤال اللي ما يبغى سينما يصير مخرج؟ لا ابد. اللي ما يبغى سينما يصير ممثل؟ اللي بيبغى سينما يصير مثقف. شنو المثقف؟ شنو المثقف؟ طبعا الثقافه الدحشبيه، الثقافه الكتبيه، الثقافه الورقيه، خلينا نقول الثقافه فنيه. الثقافه فنيه. أيه. يعني انت اليوم انا من كنت طالب واحده من الامور انه الروايات مصادر كاتب السيناريو. انه شنو مصادر كاتب السيناريو؟ هي الحياه اليوميه، هي القصص اللي يقراها، الروايات. فاكو روايه في مال البؤساء فيكتور هيجر. انا ما قدرت اقراها، ما صار عندي مجال وانا طالب وما عندي كتاب يعني ما قراته. بس طلعت فيلم بال 2010 مال راسل كرو هيو جاكمان مال البؤساء. اي صح سوى الغنائي صح مو صحيح وقع على جائزه اوسكار. اسمه لا اي ما اعرف اخذ جائزه اوسكار افضل فيلم غنائي. هذا خبر هذا خلانا نشوف واقرا الروايه واعرف شخصياتها واعرف نهاياتها واحداثها. حال روايات نجيب محفوظ اللي تحولت الى السينما، حال الروايات العالميه اللي تحولت الى السينما. هاي وحده، هاي ثقافه روايات. ثقافه مجتمع. احنا انت اليوم شلون تعرف ثقافه الشعوب؟ انت شلون تعرف الاهرامات مهمه؟ من خلال الافلام اللي انسطت عليها. شلون تعرف هاي الدوله؟ انا اشتغلت الماجستير مالتي على الاثنوغرافيا، يعني شفت افلام عن الشعوب احنا كلش بعيدين عنها. شنو الاثنوغرافيا اللي هي وصف العادات والتقاليد، يعني تعريفها. يعني انا شفت شعوب تعبد معده مال صخر مال ماعز. شفت شعوب يعني من يجيهم الضيف
شوف الشعوب للان موجوده بال 24. انا طبعا اشتغلتها بال 21. هم عندهم اكلين لحوم بشر. شوف الشعوب فيلم اخذ جائزه الاوسكار اسمه نانا، عن قصه حب بين قبيلتين بدائيه مثل قصه حب روميو وجولييت. طبعا هم ما يعرفون شكسبير منو، هم ناس عندهم البركان الاله مالتهم، عايشين موجودين حاليا قبائل باستراليا. قصه حب بين روميو وجولييت بين قبيلتين، ولد بنيه، واحد حب الاخ، والقبيلتين اللي بيناتهم مشاكل وقفوا قدام الاله مالتهم وشربوا وسم وانتحروا، منتجين نفس روميو وجولييت. وهذا الفيلم اشتغلوه مصورين صحفيين استراليين بطريقه صدفه، لقوا هاي القريه واخذ جائزه الاوسكار. وجو القبيله مصاريخ بس بالمغطي الاعضاء جو للاوسكار. موجوده يعني كواليس موجوده مال الاوسكار من اخذه. هاي ثقافات انا ما كنت اعرفها حقيقه. يعني انا ما كنت اعرف انه اكو قبائل الهمر، اسمها الهمر، ذول الاطوال اكثر، طولهم مو طبيعي. ومن يجيهم الضيف شلون يلزمون الثور، يعصون رقبته ويضربوه بسهم قريب حتى ينزل دم. هذا الدم الحار يطونه يحبون به قربان او للضيف يشربه، لازم هو حار. ف يعني هاي كلها ثقافات. احنا هسه من نشوف الاحداث اللي تصير بهالعالم اللي قدامنا من خلال افلام قصيره. فاذا السينما ثقافه. زين يعني واحد ما يشاهد افلام شنو حقيقه، واحد ما يشاهد. انا اتعجب على ما تسال جماعه طلابي انا كل اسبوع لازم يشاهد فيلم، يا ولد يجي ما يشاهد فيلم ويكتب عنه. انت صدق ما تنوى ان انت استاذ جامعي جامعه بابل، قسم الاعلام. شو تشوف كونك تدرس طلاب الجيل الحالي؟ نعم. شو تشوف اكو فرق عن الجيل اللي انت كنت بيه؟ بصراحه بكل صراحه. والله انا اعتقد انا اوصف لي جيلك واوصف لي جيلك. انا لو كانت الوسائل المتوفره حاليا من الانترنت من كنا طلاب، لا صار بمنطقه غير. يعني احنا بنتعلمنا مونتاج. تحس اللي جايك طلاب جايين من حبهم لو هاي نصيبهم؟ يعني الاغلب من المعدل السادس. الاغلب بالمعدل السادس. الاغلب بالمعدل السادس على حال. بس يعتقد تقديمهم مباشر، مو صحيح؟ يعني الشخص بأراد ترى رايح كلية فنون. يعني هو مو بس كلية فنون جميلة. يعني حقيقة اكو احنا تتذكر بوقتنا احنا المعدل ضعيف شيء 61 هي. صحيح. صح لا مو صحيح. وصارت صارت الناس كلها متوجهة للطبيات فعافت الإنسانيات، الفنون والآداب والإعلام والآثار وكذا. فأنا معلوم على ثقافة الأفلام للطلاب حقيقة، وكل ما يشاهدون فيلم يجون رؤيتهم متغيرة. فقصدي الوسائل الحالية المتوفرة بالإنترنت لو متوفرة لنا من شنو طلاب لا. بس هواي ظالم الدراما، مثل أفلامك كلها حرب. بس انا ما اعرف ليش، انا ما اعرف اميل هالمنطقه. يعني كوميديا دراما رومانتك. ايه انا بطبيعتي ما احب اباوع الافلام الرومانسيه والكوميديه. يعني من اللي يحب هذا طبعا مو ما احب اباوعها في فيلم مثلا فيلم نوت بوك. يعني هسه نوت بوك ليش هسه انا مثلا اقدر افوت فيلم جيم كار الله، وبهاي الايام بنهايه السنه احط لك مفارقه علي. انا بهاي اخر الشهر دائما شيء شوفنا مكتئب، احس سنه راحت مع العلم انا مقدم شيء بيها وماخذ انجاز، بس ما اعرف انا ابوع فيلم واحد بس. يعني دام هذا الفيلم ابوع عنده مقاطع تعيده قصدك؟ اعيده. يا فيلم اسمه كورال كريسمس عفوا، انشوده العيد ميلاد مال جيم كاري. الله حلو. مال تشارلز دينجز الروايه. هذا ما اعرف انا شنو الفيلم هذا حقيقه، شنو الروايه، شنو هذا يجي ملك الموت باخر لحظه ياخذ يراوي حياته كله ويقول اعطيني بس ساعه خلنا اكفر عن هذا ذنوبي فيعطي ساعه مال يعطي اليوم مال هو يوم الكريسماس. فاجواء الكريسماس والكذا يعني في واحد من اجمل الافلام اللي اشاهدها كل نهايه السنه هذا الفيلم اشاهده.
بخصوص الافلام اعطيني 10 افلام بالترتيب توب 10 مفضلات بحياتك. اي ابدي من العاشر ما اقدر. وكو فيلم اذا ما جبت سيره ازعل عليك صراحه. ما اقدر يعني مثلا ما اقدر اعطيك ترتيب لان انا يعني لا خلي لي يعني اخر 3 ترتيب. ما اقدر اعطيك 10. ايش قد؟ لا اريد 10 يعني اعطيك ال 250 مال IMDb اعطيك 250 كله شايفه. لا اريد 10. ابدي لي من العاشر. من العاشر؟ اسجل وياك خافت اروح. اقول لك ما اعرف والله من العاشر شنو والله هوايه بدون ترتيب ما اعرف. يعني مثلا انا عندي واحد من الافلام المفضله عندي شاوشانك. جميل. العراب الجزء الاول وليس الثاني والثالث. قاد فضل. إيه. عندي سيد الخواتم 3 أجزاء. عندي طبعا اقول انها مفضله اللي هي اقدر اباوعها. عندي فيلم الرساله. شنو الرساله؟ يا رساله. فيلم الرساله مع مصطفى العقاد. انا هذا اي وقت اقدر اشوفه. نقول ياك فيلم اجنبي اسمه ذا مسج. اي فيلم الرساله مع مصطفى العقاد. فيلم مفضل. هذا افضل فيلم عربي عندي. زين. فيلم عربي. افضل فيلم عربي عندي. اوكي بعد. ولا هو انتاج اجنبي مشترك بس هو افضل فيلم عربي انحسب. عندي هذول 6. يعني انا ما اعرف. عندي مثلا لا تقول لي غششك؟ لا مو انا اي والله. اكيد اكو فيلم توم هانكس كاستاوي. ذا فورست جامب. لا فورست جامب. تيرمينال المحطه. انقاذ الجدريان اللي هو سيفنج. انقاذ الجدريان انتاج 97. هذا بدي اشوفه بس حتى الكاميرا ما تحسها لك هاي الجديده. صح لما صار تقول مسويين 4K. صح. شنو التقنيه هاي؟ وبعد صح مو صح. غبنة حقه ومسمي اسم ابنك على اسمه دانيال دي لويس. كل افلامه المفضله عندي. اعطيني واحد. نيويورك تشالنجرز. اوف رهيب هذا. بعد ذا بلود ما اعرف مال شو اسمه ما يطلع به هو يعيف ابنه وذولك. بعد ميل جيبسون من تبديها؟ برايف هارت. من برايف هارت. من آلام المسيح كمخرج. من جبل جاكسون كمخرج. جبل جاكسون واحد من اجمل الافلام اللي شفتها. على فكره على اخراج الممثلين انجلينا جولي اخرجت فيلم ان براكن. اكثر اخذ جائزه اوسكار. رهيب. اكثر من فيلم اخرجت انجلينا جولي. عندك بعد واحد نسيته. لا تقول لي نسيت. انا كل ما اتذكر بس يعني مستحيل المفروض ذكر اول واحد. كمخرجين لا فيلم. عفوا وانا حاط صورته بفلاشتي. شو اسمه انترستيلر. اوسكار اعتقد هو الاول يعني يوافقني سجاد. انا هو هو ذا ميوشن المريخ مال مات ديمون. واحد من افضل الافلام اللي اشتغلوا على الفضاء. مات ديمون هي رهيب. هو هم موجود بانترستيلر. بس هو تعرف هم موجود. هم ذول جروب. بس تعرف انت انترستيلر اشتغل ما ورائيات بشكل مو طبيعي. على فكره هو انا بدي اجيبك الانترستيلر حتى اسالك هذا السؤال. شنو تحسك شيء غامض بالحياه بصراحه ما فاهمه لحد الان؟ والله هواي امور ما فاهم انا. مثلا فضفض لي. يعني ما اعرف بس انا هواي امور اتمنى يعني اكتشفها. يلا مثل يعني اتمنى اروح شو اسمه اكو فيلم ذكرتني بس بدي اروح له. ذا لاست ساموراي. الله. توم كروز جميل جدا. هذا كميه القيم البي عظيمه. هسه راح اقول لك راح استسمع فلان فيلم. ليش ما اذكر اسماء؟ لان هي كل الافلام حقيقه هي افلام. انا كل فيلم عنده فيلم جميل. ليش من قلت لك شنو السر اللي او الشيء الغامض اللي مدوخك ذكرت هذا الفيلم؟ مو انا اتمنى اروح اعيش باليابان بالساموراي وليس بنفس اليابان. اجواء الساموراي اللي اعرفها جنوب اليابان. اشوف العادات والتقاليد مثلا. اتمنى انا بزمن الجسمه اليسرن كابوي. يعني مثل هاي الاجواء مال هذا السربي بس بيوت والكنيسه اللي مننا. مو تعرف شنو مرات واحد يقول شنو طموحك بالحياه؟ انا مرات باللقاءات يعني
مو سوداء، وانما هو انا هاي رايي، او هاي نفسيتي، او هاي البيئه، او هاي انا دا اعيشها حقيقه. هي الحياه ما بيها طموح. اوف. اي والله انا سالني مثلا شنو طموحك بالحياه؟ طموحك بالحياه تاخذ الاوسكار؟ لا ما تاخذ الاوسكار. ما تاخذ الاوسكار انت بالعراق. ما تاخذ الاوسكار انت بالعراق. هاي واحده. شنو طموحك؟ انا طموحي يعني انه انا مثل اخو ريدلي سكوت هذا المخرج اللي طفى سيارته وكتب ورقه وصيه انه انا انتحرت بكامل ارادتي، وش ما اروح ودي اروح استكشف بالعالم الثاني، شنو نقدر نشتغل افلام، شنو الجوائز، شنو كذا شنو كذا. هذا العالم الثاني ضروري واحد يروح يكتشفه. بس هسه بعد وقت، مستقبل قريب مستقبل بعيد، بس انا شخصيا انا احب انه استكشف العالم الثاني. احس العالم يعني استكشفناه حتى اذا ما انا شخصيا، بس شاهدناه بالسينما، شاهدناه بالتقارير. بس هذا العفو هذا شيء يخوف. يقولون يعني قاري هيك شيء، قاري مدراني يعني ما اعرف هيك. عندي ممكن وجهة نظر انه اللي يموت موته طبيعيه طبعا، انه لقد الاجوبه على كل تساؤلاته. انا هسه يعني اخذ من وقتك كم ثانيه انه حتى ابين للناس هو ليش عزله. نعم. هو عزله حتى من خلال من خلالي، من خلال الضيف، من خلال المخرج، من خلال المعد، ومن خلال حتى الناس. ممكن نلقى تساؤل جديد، شعور جديد، تجربه جديده، نحاول من خلالها نفهم العالم. شويه ننعزل من الفوضى اللي موجوده. زين. انت العزله بحياتك وين تكون؟ شوف انا حياتي مو فوضويه، حياتي بالبيت مرتبها يعني. حتى العزله مالت انه اشاهد افلام او اقرا سيناريوهات او اتابع افكار يعني، واتابع ايضا مواقع صوريه هواي، حتى من خلال الصوره اقدر اطلع فكره. وهذا الشيء ايضا يعني البيت ليش عندي صاير لان هيك مرتب، لان انا زوجتي هي نفس الاختصاص، وهي اللي علمتني تصوير ومونتاجات، سبقتني بهاي التجربه. عظيم. بفضل انه ابوها كان رئيس جمعيه المصورين ومصور قديم، هم استاذ، هو انا اعتبر انه هم علمنا على التصوير. تحياتنا له. فكانت انه الناس تخابر يحجون اثنين، واحد يحب الاخ بالحب، احنا لا نحكي بالمونتاج، نحكي بالتصوير، نحكي بالكذا. حتى هذا اثر علي انه بعد ما تزوجنا انه حتى اسماء اطفالي انه دانيال دي لويس على دانيال، وبنيامين. عظيم. اي بنيامين شخصيه براد بيت. نعم الفيلم بنجامين. فهي بيئه صارت انا لحد الان بيئه سينمائيه يعني، اللي عندي انا مجهزها بالبيت طبعا، تلفزيون، شاشه كبيره، واقراص وسينمانا هيك العزله ما تكون. يعني الله يطول بعمرك. يقولون بالطب انه الانسان بعد ما يموت يبقى دماغه مشتغل 7 دقائق يتذكر. اعطيني 3 مشاهد تتوقعها راح تكون بهاي 7 دقائق. يعني مشاهد، اول مشهد انه اول تجربه فيلم لي، اول جائزه. مثلا مشهد عندي يعني، بس انا ما اريد اقول لك المثالات انه الطفوله، بس انا اتذكر هسه يعني، ما اريد انه الوقت حلقه اقعد ارجع فلاش باك وشنو المشاهد. يعني اكو مشهد يوم سبت 10:03 الصبح مثلا، اول شخص عرفت عليه اللي هي زوجتي، هذا ما انساه مثلا، بال2007 مثلا. جائزه افضل فيلم، جائزه وزاره الثقافه مالت اخبار انجلينا، جائزه الابداع العراقي. اعتقد عندك فيلم تجريبي الاول على المنظر ده وهيك. اي هذا اول، حقيقه اول تجربه لي بالتجريبي، انه اخذت من الواقع ما رمزت له، جردته. فانه تشتغل على العنف ضد المراه، بس كل مشتغله المراه ويطلع يضربها رجلها المراه والكذا، هاي كانت بقيت التقارير ولحد الان. فاني قلت لا، خل اشتغل شيء مختلف. فشوف الصوره مال فنان تشكيلي لوحه انه راسم منضده وخالد، ممكن اشوف حاطه بنيه، عجبتني الفكره، قلت خل اسويها.
جبت منضده وجبت بنيه نيمتها على الشبكه، وجبت واحد لابس قاط اللي هي يرمز لامور السياسه المناصب الرسميه، وجبت واحد ضخم هو سمير وكذا وهاي شعبوي مجتمع عادات والتقاليد، ويلعبون عليه بالمنضد ويكبسون، فكل ضربه تصير بقعه حمراء بجسمها، بعدين تنسحب الكاميرا، هالبقعه الحمراء تتحول الى ورد، يطلع ورد ينبت من جسمها، فهي تبقى دائما المراه معطاء. فانا شفت الفكره حلوه وحتى من نفذناها حلوه عظيم. بس من فيلم اشارك به ما يلقصده، ما حد يفتهمه هيك انه ما اشتغلت تجربه، بدأت اشتغل بالواقع الرمزي. تتوقع هو ما حد يفتهمه يعني لين يبقى العراقي انه يطمع باوروبا وما يتوقع انه من العراق راح تصدر افلام؟ تتوقع هيك؟ لا بس هي المدرسه التجريبيه مو تعرف حضرتك ما واحد يفتهمها، واللي متعود علينا على الواقعيه السهله مثل ما نقول على السهل الممتنع. 1 زائد 1 2 مو مثل 2 زائد 2 يساوي 5. شايف هذا الفيلم؟ واحد من اعظم الافلام القصيره الايرانيه. شنو هذا؟ 2 زائد 2 يساوي 5. شلون؟ هذا يطب مدرس الصف يكتب على السبوره 2 زائد 2 5. طلاب متوسطه قاعدين في طب طالب يرفع ايده، هو قال لهم يلا كتبوا دونوا بدفاتركم 2 زائد 2 يساوي 5. طالب يرفع ايده يقول له لا استاذ 4. يقول له كيفك 4؟ هذا اقول لك 5. يقول له لا 4. يقول له تعاندني اوقف. قوم اوقف. يروح يجيب 3 طلاب شاطرين وجوههم قاسيه وشايلين بيديهم شلون السلاح، شوف مع الرساله. قال لهم هذا، وقف على الصبر، قال لهم هذا يعاندني، يقول الدو ذدو سوي بنج 2 زائد 2 يساوي 5. قال لهم اي لا سوى عفوا سوى 4. قال لهم ايش سوى 4؟ ضربوا بمعنى يعني سووا بديهم هيش، ضربوا كانهم كتلوا عدموا. فشوف على حريه الشعوب وقمع الحريات وشلون اشتغلها. فمهم جدا، موجود حتى على اليوتيوب اسمه 2 زائد 2 يساوي 5. نعم عظيم. بالنسبه يعني انت السينما تاخذها من الواقع وتحولها للدريم، لو الاحلام تحولها بالواقع. شنو لا. انت يعني تحس الواقع مالتك ينقص اشياء وتريد تحولها سينما؟ لا، هو احنا دائما اكو مقوله ان الشيء نقول العراق ما يطفى على بحيره مال النفط، العراق يطفى على بحيره من الافكار والنصوص. حقيقه انا هسه وين ما اندار بالعراق اقدر احصل فكره، اقدر اسوي بعدها فيلم. فانا دائما اخذ من الواقع، قرار الواقع. احنا ما وصلنا مرحله انه دريم، حتى احلم وانفذ الحلم مالتي. اول شيء تعرف الحلم خيال، وخيال يتطلب الى امكانيه تنفيذه، مثل افاتار وغير الافلام السينمائيه اللي مخرجين. انا دائما لا، من الواقع للواقع. هذا دائما الشغل يعتمد على الواقع، لان انا خلص انا بهالعمر لازم اقدم رساله. فانا اذا احلم اقول لك يا ابا هاي شنو فكرتك من الفيلم؟ والله انا احلم يصير هيك او حلمت او كذا. بس احنا نحتاج الوهم. يعني مثلا اليوم موظف بشركه يوهم نفسه انه راح يصير مدير، بس هو على ارض الواقع ما يصير مدير، بس هذا الوهم مالته يخليه يستمر بالشركه. الوهم نحتاجه بالحياه. اي هسه الوهم مالته ما قدرت انقله للسينما. انا السينما لغه. زين اليوم تقدر يعني شنو اللي تحتاجه حتى تكون ورشه فنيه؟ انا ما احتاج ناس منتمين يحبون السينما. لو توفرت هاي الناس خلاص ممكن بعد هذا البودكاست نقدر نسوي. ليش انا هسه اغلب السيناريوهات اغلب الافلام انا مو تعرف عليه من اعرضها، حتى اعرضها على الطبيب نفسي يقراها. عظيم. يعني الممثل يقراها ويعطي ملاحظات. اني ودي لان المخرج السينمائي الكبير يقول 40 عقل يفكر بالفيلم افضل من عقل واحد. انا كلهم نخليهم يفكرون، حتى لحد قبل ما تدور الكاميرا انا يعطون اراء من لهم ابد. كل الاراء عندي استخدمها. يعني حتى يكون البودكاست هم بصراحه له منفعه. نعم. احنا يعني المشاهد من يشوف مو بس يكسب معلومه، مو بس ان يشوف اكو تساؤل جديد،
اليوم يعني ان شاء الله بعد البودكاست اكو ورشه. انا القضيه مو انه انا صاحب الدعوه، انا اعرف ان هذا ديدنك، نعم، بس انا اريد ابثها لك من خلالك للناس اللي موجودين ببابل او بالعراق، انه نكون فرشه، انه العفو ورشه. لا، او اكو فكره هيك، نشتغل ورشه ونشتغل مسلسل حقيقه. يا ريت. اي، فبنا نجهز لهيك، بس تعرف الوقت والشغل وكذا والهاي فدا اخذنا والدوام. اكو مساله مهمه كرار، انه انا ما كل افلامي انا خليتها يعني انتاج محلي تطلع العالمي، يعني كل ساعدت بالبيئه مالت الواقع. انا مثلا ما جبت ممثل، مع احترامي، من ممثل وبروفيشنال اسم خليته بالفيلم. ما تركز على النص. كلهم ممثلين مال بيئتي اللي هم اصدقائي اللي موجودين بالحله، هم ينفذون افلامنا. فانا ماكو داعي نفس ما صاروا محترفين. هم كل انسان ترى، شوف، كل انسان بداخله ممثل، كلنا احنا ممثلين. هسه انت وياي واحنا نمثل السؤال وياك، احنا كنا قبل نسولف غير شيء، من نطلع بالدوام غير شيء، احنا كنا ممثلين، بس احنا بنصير قدام الكاميرا شويه نتخربط يعني الناس. بس تبي تعرفه وحيده يشوفه ممثل محترف، من يحكي عليك، من يسولف وياك، من يقنعك بسالفه، كلنا ممثلين احنا. زين، على طاري فيلم افاتار ذكرته، ايه، انت تؤمن انه احنا موجودين بس بهذا الكوكب؟ لا، انا اؤمن انه اكو غير عالم وغير بشر موجودين، واؤمن بالجنس الثاني الفضائيين، وكلش متابع ايش موضوع، حتى الافلام الكذا. واؤمن بشغله واحده، ماكو فيلم خيال علمي، كل حقيقه، كل حقيقه، كله مبني على حقيقه. ومن ترجع للتاريخ تلقاه كله مبني على حقيقه. اوف. اي والله. يعني مثلا تجي افلام الصحون الطائره، ايش ما شافوا الصحون الطائره؟ بس انت تعرف يعني افاتار ممكن يكون موجود؟ ممكن موجود. انترستيلر ممكن اكو كوكب؟ ليش انا قلت لك بافاتار قبل التصوير ذكرنا مشهد. ايه. قلت لك المشهد اللي يعبدون به الشجره. ايه، هذه الشجره المقدسه. اي، انا ما شايف خلال السينما، بس بالكتب المقدسه موجود. بالكتب موجوده، بس انا من شفتها فيلم واقعي اسمه بوركا موجود، وثائقي قلت لك عليه. ايه. يعني قاعده قبيله كامله وحاطين شجره شو اسمه، واقعي موجود. واقعي موجود. هاي مين؟ هاي الاهرامات. شوف الاكتشافات مال الاهرامات وشغل الاهرامات والصحون الطائره مرسومه وشلون البنت، حتى ما حد يعرف شلون بنت الاهرامات. ناس يقولون فضائيين، ناس يقولون كذا، ناس يقولون حتى الذكاء الاصطناعي مو صحيح، ناس حتى الذكاء الاصطناعي حول من العمالقه. أيوة. مو صحيح، يقول فضائيين. فكل شيء له جذور واقعيه. زين، شيء تتوقع راح يصير بالمستقبل بس ما تتمنى يصير؟ والله كل ما متوقع فاي شيء تتوقع راح يجيك. مثلا انا بصراحه ليش اسالك هيك؟ انا برايي انه كل موهوب عنده تنبؤ، فاحس كونك موهوب احس عندك عنصر التنبؤ موجود بداخلك، بس قد يكون تلقى من خلال الفيلم، من خلال الصوره، من خلال الفيديو. يعني احنا هي امنيه. السيناريو اللي يشوفه مثلا 2124 بعد 100 عام مثلا، شلون نشوف شيء؟ 100 عام من العزله سواها مسلسل والله مو كلش يعني انا ببالي انا ادقق بهيك اشياء، بس انا هي امنيه مثاليه يعني الكل يحكيها، انه واحد انه يتمنى بلد امن يعيش به. اكو امل؟ هي بالنسبه لي ما بدي اسوي حلقه ماساويه يعني بالنسبه لي، لا. اوف. لانه مو هو مو امن. بس دقيقه، هو ماكو امل كونك كفرد عراقي لو كونك عايش بهذا العالم؟ هسه انت مو قلت يتنبأ. ايه. يعني انا دا اشوف الاحداث مدوا على انه اكو امل انه يصير بلد امن. هسه ما اعرف، نحاول حلقه ماساويه، بس هو ترى العراق مو هسه. بالعكس انت لك حريه، بس انا كرايي بس هسه العراق مو هسه مو امن. هو من صار مو امن. خاف يقول لك احنا كنا بالستينات وبالسبعينات امنين، لا. قبلها لا. فمن ترجع تقرا التاريخ تلقاه كله ما امن. هسه الوضع هذا، فما اعرف، بس انا اتمنى يكون امن وامان. واحنا بيدنا شيء. الشعب يغير، واذا راد شو اسمه تؤمن؟ لا. شيء بدي يسوي شيء ما يغير. بس هي اعظم ثوره التشريع.
هو شكسبير يقول كلنا محكومون بالميبي، بالربما. زين. يعني ربما انه ماكو شيء اكيد. انت تؤمنوا يعني ويا هذا الفكر اللي حمله شكسبير؟ ماكو شيء اكيد. اي طبعا ماكو شيء مطلق يعني. اي طبعا ماكو شيء مطلق، كل شيء قابل للشك. اي ماكو شيء مطلق، ولهذا كل شيء قابل للطرح. هي اكو مخرج يقول انا افلامي ما تقدم اجابات، تقدم تساؤلات. احنا كلنا نشتغل تساؤلات، احنا نسال ليش هاي البنيه تحت الانقاض؟ ليش هاي العائله ربت هاي ما عندها لا طفل، ابنها شهيد وبنتها حفيدتها شهيده؟ ليش مريم راحت بالانفجار مال؟ انا مو مجبور اقدم لك والله تقعد تروح فيلم والله طلعت ما مفتهمه لا هيك مسوي، لا ما مجبور هيك اسوي، انا اقدم تساؤلات الك. عندك تساؤل ما لاقي له جواب؟ سواء كفرد عندي تساؤل وسواء كسينما. عندي تساؤل واحد، انه احنا حقيقه هذا وايد دائما، انه احنا امتداد للبابليين لو لا. هاي البارحه صديقي قال لي الفراعنه، قال المصريين اذكياء، جبناها على نعم الناس السينمائيين والمطربين، يقولون هم اذكياء لان الجينات الفرعونيه ذكيه. صحيح، ولهذا سوى ممثلين. بس انا ما اعرف هذا. لا هسه مثلا من نشوف سوسن بدر من نشوفها تحسها مومياء فرعونيه، امتداد للمومياء. هو هذا السؤال، احنا امتداد للبابليين؟ بس هي عرض ملعون هي المشكله. لا ماكو، ما لها علاقه، ماكو لا ارض لا ارض ولا مقلوبه. بيقول يقلب بابل قبل 7000 سنه عندهم كهرباء. انا صورت البطاريه بالمتحف يعني هذا شيء جيد. شلون؟ لا مو جيد. انا بابل جيد لو سيء. بابل قبل سيء بالنسبه لنا، جيد بالنسبه للبابليين. بابل قبل 7000 سنه بها كهرباء. راح تقول لي شلون بها كهرباء؟ راح اقول لك انا صورت فيلم اشتغلته منتجته مال الله يرحمه اسعد مبارك المخرج القدير، فيلم اسمه الحرف انه احنا اصحاب اول حرف اول قانون. صورنا البطاريه بالمتحف العراقي، البطاريه بها موجب وسالب، باتري عمره 7000 سنه. انت سولفنا على لا احنا 25 ما عندنا كهرباء. فتقول لي انت شوف فيلم الاسكندر المقدوني من اجى بابل اللي تطلع بهم انجلينا جولي. شوفوا شلون اشتغلوا شارع الموكب، شوفوا من اجى بابل شلون ظل مستغرب. بس انا استغربت منك انه قلت لي شخصيه الجوكر دائما لعنه. اي دائما على دائما سلسله الافلام اللي اشترت الجوكر من يكمل صاحبها تصيب على الجوكر. هيث ليدجر ايش بيه؟ ورا الفيلم ب3 اشهر مات. زين خواكين فينيكس، حتى خواكين يستحدان هو تحسن مو تمام من استلم الجائزه مال اوسكار. وين شمر الجائزه؟ شمر الجائزه بالقاع، خلاها بالقاع وقال لهم ترى احنا انا وديكابريو، وكان قاعد يمكن ديزل واشنطن ما اعرف منه، بس هو كان ديكابريو قاعد موجود واشنطن. اي انه احنا مجرد احنا اصدقاء، هاي مجرد جائزه للاعلام للترويج لكذا، هاي هذا حتى الكلمه ما كانت مختلفه. يحسك لا سوى هيت ليجر مو قال لهم انه اجروا لي فندق وغرفه وعرفون اكتب المشاهد مال اللي في الحوارات مال شو اسمه مال جوكر بال2000 يعني. صدق بصراحه كلش مستمتع باللقاء والحوار. انا اريد اقول لك سؤال اخير. زين. او قبل السؤال الاخير، هديه تعطيها للمشاهد، كتاب، مسلسل، اي شيء ببالك؟ لا ما اعطي كتاب، اعطي فيلم مثلا غير ال10 ذكرتها. اعطي فيلم هندي اسمه الفصل 12. شنو اسمه بالانجليزي؟ هو ذا 12 فصل، ما اعرف شو اسمه بالضبط. انا نسيته والله. اي هو اعتقد سجاد صعفنا قوي بالانجليزي. سيزون ذا 12 سيزون يعني. اعتقد واحد من اجمل الافلام اللي تحكي عن قصص النجاح والكفاح والمحاولات، قد محاولات فشل حتى النجاح، دروس. هذا اليوم الفيلم تقول لي فيلم يأثر ولا ما يأثر؟ كل فيلم هو لازم تتعلم من عنده درس حقيقة يعني. هيك أفلام جميلة. لايف اوف بي شايفه؟
حياة بي مال اللي بالبحر هو والنمر والحمار الوحشي وبي كي. اي بي كي ذكرتني بي كي. انا اشاهد السينما البوليوودية الهندية لاجل عامر خان. الله. من نشوف في كي وشوف التساؤلات، من نشوف دانجر تبدا قصة حقيقية ب 2010 صح. رهيب عامر خان. دانجر فيلم اكاديمي ودرس على عرضه للطلاب احنا. عامر يصحوا طبعا هو ملقب توم هانكس الهند. صح. هو ممثل فيلم فهو ممثل قدير جدا وانا كلش احبه بروحه يعني. انا من يصحون بالسينما الهنديه اقول لهم شاهدوا افلام عامر خان لان مختلف عامر خان. هو سجلها بالكاميرا انه هو ورا البودكاست راح يصير اكو ورشه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله بعد اكو ورشه يعني جزء الشهر اللي خصص مال التصوير ان شاء الله. فكل يعني الكتاب كل الممثلين ان شاء الله مقبلين على هذا الشيء. سؤال اخير احب اساله لك. احنا حكينا عن العزله وحكينا على الاشياء الشخصيه والفنيه. لو كل قنوات العالم اتجهت لك شو تحب تقول لهم؟ للناس اقصد. لو صوتك هسه انسمع للكل. يعني نريد نشتغل فيلم، نريد نشتغل سينما، بس احنا من خلال السينما راح نوصل رسائل العراق كلها. حقيقه عندنا رسائل هوايه كلش ما قدرنا نوصل، لان لا الامكانيات تسعفنا لا كذا. عندنا رسائل هوايه نريد نوصلها، عندنا صوت نريد نحكي. انا شلون احكي؟ انا اداه السينما، انا مو محامي ولا. قصدك انت طوني الادوات خلي اقول كلمتي. اي طول السينما. احنا نتمنى يصير عندنا سينما. انا هاي امنيتي. تقول شنو امنيتك؟ انا امنيتي يصير عندنا سينما. سينما شنو؟ مو تشتغل فيلم وتقعد، صناعه. شوف آلاف مؤلفة تشتغل بهذا المجال. انت ما تقعد كمخرج تشارك بمهرجانات عالميه براحتك، تنقل رساله براحتك. بس انا من ننقل رساله براحتك؟ عندنا موانع وعندنا. انا رجعتنا على سؤال ما سالت لك اياه قبل لا اختم. هو لو ماكو شعور خوف شنو ممكن تسوي؟ والله شوف هو مو شعور خوف. لا خلينا نقول هو الخوف. خوف بالعكس. هو اصل كل شعور يعني انا ما اعرف. انا من اشتغل فيلم ما اسميه خوف، يعني اجازف. يعني انا من اشتغلت 3 اخبار انجينا جولي انا صورت حتى الشرطه ما قبلوا يدخلون على الجيش، قال هاي منطقه مفخخه. والله دخلنا ببيت كلها وايرات مفخخ، صورنا ب3 امتار ما مفخخ 4 امتار، والجثث وشوف شعر وايد وهاي بالشوارع من صورنا. انا 3 ايام اليوم الرابع وقعدت واخذون الطبيب. هاي سنه بال 2018 انا اول مخرج ادخل الموصل بعد تحريرها. شفنا الجثث وشفنا الشعر وفروه الشعر وادوات التعذيب والملابس وقعدوا اقول لك فالشيء والله هذا حلو نختم به مأساوي. هذا شفنا احنا نريد بطل مي زين نروح ندز او باسكل يعبرنا الجانب الايسر يجيب لنا بطل مي. ماكو شيء اسمه يعني ماكو طير فعلا ماكو طير بالسماء. هاي بدنا نصور ما لا تخبر انجلينا. فوصلنا مرحله الغداء احنا والكادر بدنا نتغدى فخاب يا هكفت جيب لنا لفات. جاب لنا لفات ناس قاعده بيت بس باب والباب كله مفلش. من الصبح للظهر تطقطقون بالقدور. انا تطقطقون بالقدور اسمع صوت قدور. انا دا اصور وبالي يمهم اقول ذول وقت الشاكلون واطفالي باعونا من الباب. طلع هم ما عندهم اكل. احنا شلنا اكل مالتنا مال كادر وطلعهم وياه. فقصدي هاي رسالة نحن نريد نوصلها. هاي السينما هيك. فانا مرات من اروح اصور فيلم القى فكرتي ضئيله قدام الاحداث اللي صارت. انا من رحت اصور لا تخبر انجلينا لقيت الافكار اللي موجوده هناك استحيت اني اصور لا تخبر انجلينا. قلت شنو الفكره مالتي؟ واحد اطق سيلفي وكذا. لقيت افكار شيبت 3 ايام اليوم الثالث متت وقعدت بالكادر خذوني الطبيب. ما نمت ما لا تاذيت يعني انت تصور يمك اشلاء ما جثه تصور انت وتتذكر تسمع الناس تسولف لك خطيه كان هنا فلان. صورنا طبعا صورنا بالبيت اللي امام الجامع ما جامع النوري. بيت كله منسوف. هذا هو ولده كله راح يعني.
فقصد غير النهايه نختم بها. لا فقصدي هي هاي السينما اذا ما تاذيك. اي لا انت تحكي واقع. اي السينما اذا انا الفيلم اذا ما ياذيني وياثر بي ما اسميه فيلم حقيقه يعني. يعني فيلم يمر علي مرور الكرام ما اسميه فيلم، والسينما كذلك، واحنا شغلنا كذلك، اذا ما ياثر بيك شكله مسميه فيلم يعني. صح. طبعا ان شاء الله بيك وبامثالك نقدر نوصل ان شاء الله نقدم افلام. انا كلش استمتعت واتمنى المشاهدين استمتعوا بالحلقه ويانا. انا اشكرك جدا طبعا، واسف كل حكينا هواي. لا بالعكس، وانا تعرف يعني من قل ما اطلع اي، لان دائما يقول لك كلامك شو اسمه يعني اسئله تقليديه، فشكرا لك لهذه الاسئله ويا رب يوفقك، وشكرا للشباب اللي خلف الكواليس، الجنود المعلومون وليس المجهولون. حيدر مطر المخرج والمصور، ومرتضى وسجاد التركي اللي عاشت ايديهم تعبناهم، وشكرا لك. كنا موجودين ان شاء الله نقدم وقت ممتع للمشاهدين، ونشوفكم حلقه جايه بودكاست عزله. في امان الله.